الرحمن الرحيم. تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب والرياضة متبنية النهارده كوادر جميلة. الكوادر دول إعلاميين تخصصهم مضيفات طيران. معانا المضيفة دنيا كريم. النهارده احنا بنشوف وزير الشباب والرياضة بيراعي أبناء الوطن وبيخلوا أكاديمية للتدريب المضيفة. حسيتي بإيه وأنت بتدخليها؟ فرحتك ازاي انت اصلا من بعد فتره هتتحسبي لمضيفات مصر؟ الحقيقه دي حاجه واقعه مشرفه جدا لمصر، يعني المجال نفسه جميل جدا، لان انا شخصيا بحب الاختلاف والسفر والروتين، فحاجه زي دي اختلاف مجالاتها اصلا يعني حببنا فيها. احنا بنكتسب حاجات كتير جدا بالنسبه للانجوج، اللغات بتاعتنا، بالنسبه للسويمنج، بالنسبه للاتيكيت، سيفتي بامب، كل حاجه فيها حلوه. لما قالوا لك ان انت هتقعدي فتره مش هتتجوزي وهتبقى حياتك مضيفه طيران بتضحي بحاجات كتيره عشان حاجه انت حباها. لا ما همنيش ابدا كده، دي حاجه انا عايزه اوصل لها، ما همنيش بقى مثلا شويه، بالعكس انا شايفه ان اللي هو كل حاجه بتتعلم من غيرها. يعني انت كنت سعيده ان فتره من عمرك مثلا هتبقى منسيه وان انت بتحققي ذات دي حاجه في حد ذاتها كفيه بيها. انا متفائله بيها جدا وحباها جدا وعندي استعداد ان انا افضل فيها سنه واثنين وثلاثه. ايه المشكله؟ المجال حباه. بتقولي ايه وانت في ناس كتيره بتبقى عايزه تنتمي للمجال ده ويقولوا امهات هم خاسره اولادها تقول لهم يا سماعه انا نفسي ابقى جدي، انا نفسي كلمه. لا لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده ابدا، يعني حاولوا تفهموهم قد ايه المجال نفسه مشرف جدا. دي واجهه من مصر، يعني حاجه تشرف اي حد ان هو يكون فيها، تشرف اي حد ان هو يكون تضيف جوي. يعني كل بلدان العالم بتشوفه، كل بلدان العالم عارفه قوم مصر، عارفه ان هو يرفع رايه بلده، عارفه ان هو قدها، شخصيته قويه، قادر ان هو يتكلم يكون لغه مش لغته، قادر ان هو يكون شخصيه كامله. من كلامك انت لفت نظري بتعلق على الكتاب بتاعكم مثلا انت مصريه بتعلم علم مصر، سودانيه بتعلم علم بلادها، ولا كلكم الستايل عشان محدش يعرف انت من بلد ايه؟ لا ابدا، بس هو الستايل بتاعنا تمام في اللبس، مفيش اختلاف يعني عن حاجه، بس الاختلاف طبعا بيكون باين من الصوت ولا؟ اكيد طبعا اللانجوج بتبقى باينه جدا. كل مثلا واحد مختلف بيبقى ليه طريقه، بيبقى له الخط الدولي بتاعه، مثلا معانا سودانيين، معانا فلسطينيين، يعني ما ربنا يكرمنا